السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هعمل معاكم وصفة حلوة جدا جدا، وهي طريقة عمل البانيه او سكالوب بانيه بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ومقادير موجودة عندنا في كل بيت. قد ايه هو مقرمش من بره وطري من جوه. تعالوا بينا نشوف مقاديرنا ومكوناتنا ايه. بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. النهارده هعمل معاكم البانيه. تعالوا بينا نشوف مقاديرنا. انا معايا هنا نص كيلو بانيه، معايا هنا ميه بصل، يعني دي بصله وبشرها حلو جدا، وحطيتها في المصفى. لما صفت خدت الميه بتاعتها. ومعايا ليمونه، ومعايا هنا نص معلقه دبس رمان. لو متوفر عندك، مش متوفر هنحط بدلها نص معلقه سكر. ومعايا كوبايه زبادي، برضك لو ما عندك الزبادي ممكن تحط كوبايه لبن. ومعايا هنا في البهارات، هقول لكم على البهارات وانا بحطها. هجيب هنا كوبايه الزبادي، وقلت لو ما عندك الزبادي ممكن تحطي كوبايه لبن. تمام كده، هنفضي كوبايه الزبادي حلو. وهبدا اجيب هنا ميه البصل ده. ميه البصل ده مهم جدا في التتبيله بتاعتنا. بتاخدي التفل بتاعه، وممكن تحطها في كيس وتحطها في الفريزر تستعملها لاي وصفه تانية، مفيش حاجه ترميها. معايا هنا في التوابل، هقول لكم على التوابل. معلقه بابريكا، معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، معلقه فلفل اسمر، نص معلقه فلفل اسمر، معلقه بهارات فراخ او مرق الدجاج اللي هي السايبه من عند العطار ديت، ومعلقه جنزبيل، ومعلقه صغيره من الملح. ومهم جدا اللي هي مرقه الدجاج دي، بتدي طعم حلو جدا وتستعلي للبانيه بتاعنا. لو مش حباها خلاص مش مهم، المهم التوابل بتاعتنا. ممكن تحط شويه برضو كباب صيني لو متوفر عندك. البهارات اللي انت حباها حطها، بتدي طعم حلو جدا. وهجيب هنا نص معلقه دبس الرمان. لو مش متوفر برضو عندك هنحط بدلها نص معلقه سكر. هنفضي حلو جدا. وهبدأ اجيب هنا الليمونه بتاعتنا وهعصرها على الخليط ده. الخلطة جميلة جدا وريحتها طالعة روعة، يعني ما شاء الله. وهجيب هنا معلقة من الخل على التتبيلة دي بتاعتنا ديت اهيت. هحط في نفس المعلقة اللي انا حاطة فيها دبس الرمان معلقة من الخل. وهبدأ اجيب واقلب الخلطة بتاعتنا الجميلة ديت لما المكونات كلها تندمج مع بعضها. زي ما انتم شايفين الخلطة بتاعتنا ريحتها طالعة روعة، والخلطة لونها حلو جدا. هفضل اقلب حلو جدا لما الخليط كله يندمج مع بعضه. وهبدأ هنا اجيب البانيه بتاعنا. طبعا انا غسلاه حلو جدا بالليمون. طبعا انا كنت نقع البانيه قبل كده وغسلته تاني بالليمون وصفيته حلو جدا في المصفى، ما يبقاش في ميه. زي ما انتم شايفين سمك البانيه بتاعنا ما يبقاش سميك قوي ولا رفيع قوي، يبقى حوالي نص سنتي كده عشان يبقى ايه، محمل شويه، فاهميني؟ وبعد كده هبدأ احط في الخلطة بتاعتنا الجميلة اللي ريحتها جبارة جبارة صراحة. هقلب حلو جدا. لازم الفراخ كلها تشربيها، قصدي البانيه كله تشربيه من التتبيلة بتاعتنا حلو جدا. اقعد اقلبي فيه شوية كده حوالي قيمة 5 دقايق كده عشان يتشرب حلو جدا بالتتبيلة، وكل قطعة من البانيه يبقى فيها تتبيلة. زي ما انتم شايفين كده هبدأ اغطيه بكيس استرتش واحطه في التلاجة لمدة ساعتين، مش اقل من ساعتين. ممكن تعملي الخطوة ديت من بالليل وتسيبيه في التلاجة، وتاني يوم تعمليه. صراحة بتبقى طعمه حلو جدا جدا برضك. كل ما قعدتيه في التتبيلة بيديله طعم حلو. تمام. خلاص خلاص كده بعد ما عدى عليه الساعتين طلعته من التلاجة. وهبدأ هنا اجيب الغلاف بتاعه اللي هنبدأ نعمل البانيه بتاعنا بقى. هقول لكم انا عملت ايه. انا جبت هنا بيضتين عليهم نص كوبايه لبن، وحطيت عليهم رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسمر. وجبت هنا ده البقسماط اللي هو من عند العطار او المقرمشات، اللي هي بتاع البانيه، تقولوا له كده، هي دي موجوده عند اي عطار. جبتها وحطيتها في المصحنه، صحنتها. وجبت هنا ده كيس فيجيتار حار، ممكن تحط بارد لو انت حباه بارد، انما انا حباه سبايسي شويه. فهجيب هنا كيس الفيجيتار، وهبدا احط هنا معلقتين كبار من الفيجيتار حسب طبعا كميه البانيه اللي عندك.
هقلب كده الفشيطار مع البقسماط دوت زي ما انتم شايفين كده، بيدي طعم حلو جدا جدا للبانيه بتاعنا. وطبعا البيض هنا حطيت عليه نص كوبايه لبن، وحطيت عليه نص معلقه فلفل اسمر. والدقيق هنا ما عملتش فيه اي حاجه، ما حطيتش عليه اي حاجه، لان ما شاء الله الفراخ بتاعتنا متبله حلو جدا. وطبعا المقرمشات فيها او اللي هو البقسماط بتاعنا فيه الفشيطار طبعا بيبلح، وفيه التوابل، وفيه كل حاجه. وحطيت بس على البيض نص معلقه صغيره من الملح او رشه ملح صغيره خالص، عشان ما يبقاش معاكي البانيه او الخلطه دي تبقى حادقه. تمام. هبدا اعمل بالتدريج كده، احط في الدقيق وبعدين احطه في البيض وبرجع احطه في البقسماط وارجع تاني. عايزاه يبقى طبق السمك بتاعه الكفر بتاعه تخين شويه او سميك شويه، هرجع احطه تاني في البيض واحطه في البقسماط زي ما انتم شايفين كده. هوريكم تاني. هبدا هنا اطلع من الخلطه وانطره كده بالشوكه عشان ما يبقاش فيه تتبيله قوي، وابدا هنا احطه في الدقيق زي ما انتم شايفين كده ابدره، وبعد كده هحطه في البيض باللبن كده، وبعد كده هحطه في البقسماط. وفي البقسماط لازم تتكي على الكفر بايديكي كده عشان يمسك فيه التتبيله. هحطه تاني في البيض وهرجع اتكه قوي كده في البقسماط عليه عشان الطبقه بتاعتنا تمسك عليه زي ما انتم شايفين كده. شايفين ادي السمك بتاعه. عايزاه طبقه واحده خفيفه كده، خلاص ما تحطوش تاني في البيض وترجعي تحطيه في البقسماط، هي مره واحده. انما انا حطيته مرتين عشان عايزه الكفر بتاعه يبقى سميك شويه، عشان ولادي بيحبوا الطبقه الخارجيه ديت جدا. طبعا ما بتكتريش في الطاسه، حسب الطاسه بتاعتك ما هتاخد كام قطعه بانيه. انا طبعا الطاسه بتاعتي كبيره شويه فواخده 3 قطع بانيه. طبعا الزيت بيبقى سخن، ما تحطيش على زيت بارد عشان الكفر اللي بره ده ما يفكش منك. تمام. الزيت يبقى النار تبقى عاليه لحد ما يبدا ياخد اللون، تهدي عليه النار متوسطه عشان الفراخ اللي جوه تستوى، لان احنا الفراخ نيه طبعا، فلازما تهدي النار لما يجي يحمر كده عشان ما يبقاش الفراخ بتاعتنا طريه من جوه، عشان تستوى معانا وتبقى حلوه جدا. شايفين اللون تحفه جدا جدا، وقد ايه هو مقرمش ومن جوه كان طري وجميل جدا زي ما انتم شايفين كده. انا بوريكم شكل البانيه بتاعنا ما طلع من الزيت، مش محروق ولا اي حاجه، لا بالعكس. هديت على النار لما بدا يحمر، وما تقلبيش على طول، يعني تحطي في الزيت وتقلبي على طول، لا، سيبيه لما ياخد اللون الذهبي من تحت، وبعد كده تبداي تقلبي وتبداي تهدي النار قيمه حوالي دقيقتين لحد ما يحمر معانا على نار هاديه كده، عشان الكفر بتاعنا ما ينزلش من على البانيه. طبعا الكفر بتاعنا ما نزلش ولا اي حاجه، وشايفين الزيت رايق يعني مش غامق من البانيه بتاعنا. شايفين؟ وده شكل البانيه بتاعنا قد ايه هو مقرمش وطري من جوه، والتتبيله عطياله طعم حلو جدا جدا. يا ريت تعملوا الوصفه ديت. لو وصلت معايا لهنا لحديت الفيديو ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس فضلا وليس امرا. لو اول مره تشوفيني اقول لكم ايه، في حفظ الله، والسلام عليكم.